نظمت مجموعة من الأحزاب الكردية في مدينة حلب ندوة حوارية لمناقشة مخرجات كونفرنس وحدة الصف والموقف الكردي الذي عقد في 26 من أبريل الفائت بمدينة قامشلو. وشارك في الندوة ممثلون عن 4 أحزاب كردية هي الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، وحزب الوحدة الديمقراطية الكردي في سوريا، وحزب الاتحاد الديمقراطي. وقال سليمان عرب الرئيس المشترك لمكتب العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي إن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على مخرجات المؤتمر وتعزيز الوعي السياسي. وخلال الندوة طرح الحاضرون تساؤلات حول آلية تشكيل لجان التفاوض مع سلطة دمشق ودور المرأة فيها، إضافة إلى التساؤل حول عدم عقد مؤتمر شامل بدلا من الكونفرنس وإمكانية توحيد الأحزاب الكردية.